صبوح عند داري البيت فاضي، لا في لا غاز ولا زيت ولا دقيق ولا سكر. مع ما قال المثل ابعد عن اهلك يحبوك. عشان مشاهدي في كل بيت، عشان متابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نبدأ أعزائي المشاهدين، بس قبل تعالوا قبل أن يدعي الفيديو لا تنسى ما تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وإن شاء الله ينال إعجابكم الفيديو هذا، واعذرونا على التأخير. خالد هي قوم اصطبح وسير المدرسة. خلي الستارة. قومتي خالد؟ قد قومته وذاك بيلبس الزي وعلى جد الحين. صبري الله سيلة عنده وعم جامد بعده. قوم سير المدرسة الطلاب ريعين لك. يلا 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 بعدين. يا يوسف بس شنطم معك والحقيقة أخو بالسيارة. تتجلم معك والكو فيه. ها ترك منصة خالد معزي جديد واحنا ما بيش. يا ريت وكان بي معلم مثل الأستاذ خالد يشتري لي زي جديد ويكون يوصلني معي للمدرسة بالسيارة. صباح الخير يا طلاب يا الأعزاء. كيف انتم؟ اليوم أنا جيت لكم مهري مسرع، تمام؟ الشيء بصير كل الطموح واحد منكم. معاكم طموح انتم، ما شو تكونوا في المستقبل. أنت يا طالب سنب. اسمك؟ اسمي أحمد. حياك يا أحمد. قل لي يا أحمد، ما شي توقع في المستقبل؟ معلم. معلم. حلو. ايش السبب هذا الشيء يخليك توقع معلم؟ ليش توقع معلم؟ أوقع نفسه. طموحك حلو يا أحمد، وعجبني تفكيرك جدا. خلاص اجلس. أنت يا طالب سنب. ايش اسمك؟ اسمي علي. علي. عاشت الأسامي يا علي. ايش تحب تكون لو ما تكبر؟ أحب أن أكون معلم مثلك ويصير عندي سيارة مثل حتى. خالد قوم سر المدرسة الطلاب ريعين لك. لا مالش ماو. جهزتي صبوح، أنا ما دخلت المدرسة. ايش من صبوح عند داري البيت فاضي، لا في لا غاز ولا زيت ولا دقيق ولا سكر. خلاص ما عندي شي صبوح. سيدي صيح ليوسف ويقول له هيا نختار المدرسة. ها ترك منصة خالد ما معزي واحنا لا في زي. الحمد لله النبي مشهور مدرس ولا أن ننام في الخالد ما بيش معيزي. ايش اسمك يا طالب؟ حمد. ايش تحب تكون في المستقبل؟ شيخ. وليش الشيء توقع شيخ؟ لأن المشايخ معاهم فلوس وسيارة وأراضي. خلاص اجلس يا احمد. انت يا ولد سنب. اسمك؟
اسمي علي. علي، عاشت الاسامي يا علي. ايش تحب تكون في المستقبل؟ أبطل الدراسة. الله المستعان. ليش تبطل الدراسة يا ابني؟ كان حلمي أصبح معلم، وإني شفت المعلم لا معه لا راتب ولا سيارة والبيت إيجار، فقضى بس أبطل الدراسة. عادي طبيعي يا ابني، صح انه ما بيش مرتبات ما بيش شيء ما بيش، لكن ان شاء الله تتكل الازمه هذه ونتخارج. العلم نور يا ابني والجهل ضاء، العلم نور يا ابني والجهل ضاء. فات اما نفس من هذا بيتصلي. ايش اسمه؟ نعم انا منك صدق يا ولد. ايش مني صدق؟ ما بتقدرش تقرا. ما لك يا مستر شقري، انت داري اننا اذكى واحد في العالم. كيف اذكى واحد في العالم وانت ما تقدرش تقرا؟ لا صف كم درست يا ولد؟ ها؟ درست لا صف اول ثانوي. ما دام انك درست لاول ثانوي وانك اذكى واحد، عندي لك سؤال، اذا جاوبت على السؤال هذا اعرف انك اذكى واحد. اسال لا دهمش. السؤال الاول، من اي شيء تكون الانسان؟ بسيط جدا جدا جدا، من طلقة مسدس. يا ذكي وليد، امانه انت درست ولا ماشي؟ ايوه درست. ومالك ما تقدر تقرا يا ولد؟ انا اقول لك ليش مستر شقري. قول يا صديقي. وليد ليش ما تسال المدرسة؟ يا اخي والله ما اشي ادرس، ضبح وابي شي يخليني ادرس بالغصب، وداحين بين هرب من المدرسة. يا اخي ايش تبطل الدراسة؟ كيف افعل؟ والله ان الدراسة ضبح، لكن معي لك حل. ايش من حل؟ هي اسمع ايش الحل؟ نسر اي بقعة الحديدة ولا اب بيت عمي هانا نصنف لنا 3 ايام. مالك يا اخبل، ابي لو يدري اننا بنهرب من المدرسة لا يقطعني، ما بالك لو يدري اننا شاسير اب ما يفعل بي. اسمع ما قال المثل، ابعد عن اهلك يحبوك. والله انه صدق، بعد ما يجي 3 ايام في ابوك وابي يقلقوا علينا، بعد نقنعهم ان احنا نبطل الدراسة. خلاص تمام، هي قومية. يا جني انتيت انا، مالك انت؟ مالي انا، بسبسر على جو، ليش ان انت الفصل دحين لسه بيخلعك؟ ايش من جو وانا جاوع؟ قول لي ان انت جاوع، شاس ردت لنا صبح وارجع. هي انبعت لنا صبح ورجع سريع يلا. الان الحين. هذا الحين ما بجيه. كيف حلا ثانية؟ يي يا ولد يا ولد. ما معك هنا؟ من أين أنت؟ والله معي شيء، أنا من صنعاء. من صنعاء؟ وما جابك هنا يا مجنون؟ ما اتكلها هنا؟ ما جابي هنا، شو أقول لك إيش الذي جابي؟ ما جابك؟ قل يا عم جيت أنا وصاحبي. سابر يا اخي، قوم ذا الحين معي دريت، قوم نتغدى ونتعشى والطرح افتهن، بدل ما انت راقد هنا في الشارع جي على البيت فاضي. هي قوم. ماشي يا عم تسلم الله يحفظك، انا مراعي لصاحبي هاني. يا اخي قوم، ما هو عليك صاحبك كما جاء عني بالزيت. يا عم انا مراعي عيني كما جاء. يلا من جاء خذ راحتك في البيت بيتك، ما به ولا واحد. تمام، انا اسردي لك الحين قدر واسردي لك بيبس وما جاء ذيه، وانت ولا تم ولا اي شيء. تمام تسلم سابر، كثر الله خيرك. خذ راحتك. والله شكل هذا قوي، دخلني بيته وما يعرفنيش. اقوم اتوضا واطلع لي ركعتين.
مرحبا يا فندم، كيف حالك؟ هذا غلق الباب. ما تصدق لك حاجه ضروريه، عاد قاعد انت مسكت انا ودخلتها لجت. ايوه غلقت علي اكتبوا. انا ببيعكم في البيت اكيد عين شاسع. يلا سلام. سلام. ايوه وليد، ولو ما مسك رجلك العسكري ما زد فعلت. بعد ما ازق من رجلي عسكري، اخي جاء قومني من النوم وطلع هذا كله حلم. قاعة وفندق أبراج الحجرية للخدمات الفندقية الراقية، صنعاء دارس خط المطار. مميزات موقع الفندق: يقع الفندق بالقرب من مطار صنعاء الدولي، يقع الفندق وسط سوق دارس بجانب مطاعم جالاكسي، يقع الفندق بالقرب من المجمعات التجارية والمستشفيات والمطاعم الراقية والأماكن الأثرية، يقع الفندق بالقرب من سوق القات، يطل الفندق على الروضة ووادي أحمد. مميزات الفندق من الداخل: صالة استقبال فخمة، استراحة نساء في صالة الاستقبال، مصعد كهربائي، كهرباء على مدار الساعة، بقالة وكافيتيريا على مدار الساعة، غرف وشقق راقية، أجنحة ملكية، غرف شبابية، غرف فردية، غرف خاصة بالعرسان، غرف عائلية، قاعة مهيئة لجميع الأفراح والمناسبات، مخيمات راقية وطيرمانات، استراحة عامة، مجالس متوسطة تتسع من 15 شخصا إلى 25 شخص، قنوات بي إن سبورت الرياضية، إنترنت مجاني. فندق وقاعة الحجري تتمنى لكم طيب الإقامة وحسن الضيافة. قاعة وفندق أبراج الحجرية للخدمات الفندقية الراقية، صنعاء دارس خط المطار. مميزات موقع الفندق: يقع الفندق بالقرب من مطار صنعاء الدولي، يقع الفندق وسط سوق دارس بجانب مطاعم جالاكسي، يقع الفندق بالقرب من المجمعات التجارية والمستشفيات والمطاعم الراقية والأماكن الأثرية، يقع الفندق بالقرب من سوق القات، يطل الفندق على الروضة ووادي أحمد. مميزات الفندق من الداخل: صالة استقبال فخمة، استراحة نساء في صالة الاستقبال، مصعد كهربائي، كهرباء على مدار الساعة، بقالة وكافيتيريا على مدار الساعة، غرف وشقق راقية، أجنحة ملكية، غرف شبابية، غرف فردية، غرف خاصة بالعرسان، غرف عائلية، قاعة مهيئة لجميع الأفراح والمناسبات، مخيمات راقية وطيرمانات، استراحة عامة، مجالس متوسطة تتسع من 15 شخصا إلى 25 شخص، قنوات بي إن سبورت الرياضية، إنترنت مجاني. فندق وقاعة الحجري تتمنى لكم طيب الإقامة وحسن الضيافة.